السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم وكل تحياتي لكم. تحول مفاجئ، تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة. في البداية أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو يوصلكم كل جديد من حديث المدينة. عرض برنامج التاسعة المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنه هناك توقعات بتحسن نسبي في الأحوال الجوية بداية من غدا السبت طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. وأبرز التقرير المفصل أن تشهد البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد. أما عن أسباب الموجة شديدة الحرارة، أوضح التقرير المفصل أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت على أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة. وبالنسبة للرطوبة المتوقعة غدا السبت، قال التقرير المفصل أن هناك استمرار في ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري، لتسجل العظمى 85% خلال ساعات الليل، فيما تسجل المحافظات الساحلية 90%. أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، فتسجل القاهرة العظمى 36، الصغرى 26، 6 أكتوبر 37، 26، بنها 36، 27، دمنهور 35، 26، كفر الشيخ 35، 26، المنصورة والزقازيق 36، 26، بورسعيد 33، 25، السويس 37، 26، العريش 33، 24، رفح 32، 24، سانت كاترين 34، 17، طابة 36، 26، الإسكندرية 33، 24، سيوة 37، 25، الغردقة 41، 30، شلاتين 41، 30، رأس حضربة 36، 29، الفيوم 39، 25، المنيا 39، 25، المنيا 39، 24، أسيوط 40، 35، سوهاج 41، 27، قنا 43، 27، الأقصر 45، 28، أسوان 45، 29، وأخيرا الوادي الجديد سجل العظمى 43 والصغرى 25. في النهاية لكم مني كل التحيات، دمتم في رعاية الله، مع أجمل ورق تحياتي، والسلام عليكم.